خلي بالك عشان في ناس بتقول ان يانجو بلاي منصة إسرائيلية. المنصة دي قدمت نفسها على انها منصة عربية مقرها في دبي، وطلعت فجأة وتحولت في وقت قصير جدا لواحدة من اهم منصات الافلام والميديا في الشرق الاوسط. لكن الفكرة بقى ان معظم الناس اللي وراها مش عرب اصلا. خليني اشرح لك الكلام على ايه. المنصة دي اتأسست بعد احداث غزة بشهرين تقريبا، واتصرف عليها فلوس كتيرة جدا عشان تنافس في السوق العربي بسرعة. الشركة اللي بتمتلك المنصة على الورق اسمها يانجو جروب الاماراتية، لكن الحقيقة ان اللي ظاهر على البلاي ستور لما تيجي تحمل البرنامج هو شركة تانية وهمية اسمها فن تك لويالتي كارد سيرفيسز. الشركة دي بقى ملهاش اي معلومات، ولا معروف مين اسسها ولا جنسيته ايه ولا مين بيمولها. وبمجرد ما تحمل التطبيق انت بتدي الشركة الوهمية دي الحق القانوني انها تاخد كل البيانات اللي على تليفونك. وطبعا الشركة عاملة حاجة جديدة كده، عشان البرنامج يشتغل على التلفزيون لازم الاول تنزله على موبايلك، ومفيش اي طريقة تانية. الغريب بقى كمان ان 12 واحد من اللي بيديروا صفحة يانجو بلاي عناوينهم في اسرائيل، بس بعد ما الناس بدأت تتكلم عن الموضوع على السوشيال ميديا البيانات دي اتمسحت. والاغرب ان المنصة ردت على الاتهام ده، لكن الرد كان بسيط جدا وما فيهوش اي حاجة بتنفي ان ليهم علاقة بالكيان. كل اللي قالوه انهم منصة عربية ومقرها في الامارات. والسؤال بقى، تفتكر الهدف من المنصة دي هو فعلا الفن ولا في هدف تاني خالص؟